وبيبدأ الفيلم بالاربع اخوات دول يتامى وطافحين الكوت وعيشتهم كرخانة موت. ابوهم وامهم ماتوا وسابوهم صغيرين في الشارع، لا ليهم عم ولا خال، عايشين في الدنيا تايهين، في الزبالة شغالين، في الورق شغالين، اي حاجة تعيشهم وتنيمهم الليل شبعانين. وفي يوم بيلموا كتب كتير قوي وبيروحوا يبيعوها للبغل ده. كومار بيخبي كتاب منهم بيقول له هات الكتاب ده. لا بيقول له لا ده مش هبيعه، هخليها اتعلم منه. بيقول له تتعلم ايه يا فاشل؟ حط الكتاب على الميزان. بيحط الكتاب وبيدي له كام مليم. وعلى بالليل بيناموا في المصنع ده في عز التلج، وطبعا مش هتحس بيهم لان الجو نار عندك يا صديقي. المهم بتوع الامن بيضربوهم وبياخدوها جري وراهم، بيهربوا منهم وهوب بيشوفوا العصاب دول وهم بيسلموا بضاعه. زعيمهم بيقول لهم العيال دي شافوا اشكالنا خلصوا عليهم. بياخدوها جري منهم وبيستخبوا في المكان ده. تاني يوم الصبح بيقعدوا على سكه القطر، واخوهم الكبير كومار بيقول لهم الحياه قاسيه قوي علينا، وبما ان اولاد الهرمه دول هيقتلونا فاحنا نموت بنفسينا احسن. وفعلا القطر بيكون خلاص داخل عليهم، ولكن كومار بيسمع صوت طفل بيعيط. بيقول لهم استنوا في طفل هنا، تعالوا ورايا. بيروحوا وراه بيلاقوا الطفل مرمي وسط الزرع. كومار بيجيبه وبيشيله وهوب بيلاقي النمل بياكل فيه. بياخدوا جري على اقرب مستشفى وبيخشوا بيه على طول الدكتور. بيقول لهم مين الطفل ده؟ كومار بيقول له اخويا يا دكتور. بيقول للممرضه خديه منهم. بتاخده وبيفضلوا كلهم مستنيين بره. الدكتور بيعمل اللازم وبيخرج بره بالطفل. بيقول له يا دكتور اخويا كويس؟ بيقول لهم عاش عليكم، جيتوا به في الوقت المناسب، بس جعان قوي، فين امك علشان تاكله؟ بيقول له بصراحه يا دكتور احنا ضحكنا عليه، ده مش اخونا، احنا يتامى ملناش حد وكنا بننام في الشارع، تعبنا وجبنا اخرنا وكنا خلاص هنموت، ولكن سمعنا صوت الطفل ده رحنا جري عليه وانقذ حياتنا من الموت. بيقول الممرضه هاتي له علبه لبن من جوه. طيب اسمع يا ابني، طالما انتوا يتامى شايفين الكشك اللي بره ده عيشوا فيه واعتبروه بيتكم. بيفرحوا قوي وبياخدوا الواد يرضعوه. بينقطوا له باللبن على بقه لان ما معهمش فلوس يجيبوا له بزازه. بيسموه رام. هو بيحطوا ايديهم في ايدين بعض وبيطلعوا بره يشتغلوا للنهار علشان يجيبوا له اللبن وكل احتياجاته. بيكبروا شويه والدكتور بيجيب الشرطه للمجرمين اللي كانوا عايزين يقتلوهم، وفعلا الضابط بيقبض على زعيمهم. وتعدي الايام وتفوت الشهور، وبعد 5 سنين ابن الهرمه بيخرج من السجن وبيروح للاربع اخوات بيقول لهم انا بسببكم اترميت 5 سنين في السجن. بيقرب من كومار وابوهم خلاص هيقتلوه. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله. راما بيحضر في المكان هو بالطوبه دي بيشيع دماغه. ابن الهرمه بيروح جري عليه، ولكن بالخشبه اللي فيها المسامير دي بيغزها في لغاليغه. السكينه بتقع منه، راما بياخدها منه وعلى طول بيوديها في صدره يا صديقي. الممرضه بتشوفهم وبتروح جري للدكتور، بتقول له المجرم ابن الهرمه ده خرج من السجن بس رام قتله بره. الدكتور بيخرج له بيقول له في ايه يا ابني؟ بيقول له اسمع يا دكتور، من هنا ورايح اخواتي هيخشوا المدرسه وانا هشتغل وهصرف عليهم. بيقول له ازاي يا ابني؟ بيقول له زي ما بقول لك. وفعلا يا صديقي الدكتور بيقدم لهم في المدرسه ورام بيشتغل ليل نهار ويصرف عليهم. وها هو الوحش العنيف الاسد المخيف البطل التي بقدراته هيعمل علشان اخواته كتير. رام بيكون شغال في الصحراء في شويه عصابه بغشامه، وتقدر تقول لا سحر ولا شعوذه ولا برشامه. اللي بيقرب منه هي واحده بيطيره زي الحمامه وبطوله سادد قدام جيش بحاله. ولكن للامانه ابن الكدابه فخامه. بيخلص عليهم رئيسهم بيقول له اسمع على انت قتلت جيشي كله، قدامي حاجتين مالهمش تالت، يا اما اقتلك يا اما تقتلني، لازم فينا واحد يموت علشان التاني يرتاح. بيقول له انا جيت لك لوحدي، ما عنديش جيش زي جيشك، ولكن الفرق بيني وبينك وبين جيشك اني مش خايف من الموت، لان يوم ولدت غلبت الموت. بيخشوا على بعض وهي واحده في ظهره بيجيبوا على الارض، وهو بيصحى من النوم يا صديقي. العيله كلها بتتخض. ستة بتقول لهم في ايه يا اولاد؟ بيقولوا لها عمو كان بيحلم. بتروح له وبتقول له انا كام مره اقول لك بلاش تحلم انك بتقتل حد في منامك يا رام؟ بيقول لها ده كان حلم يا مرات اخويا. بتقول له ولو بلاش تفكر في الحاجات الوحشه دي علشان ما تحلمش بيها. بيقول لها حاضر يا مرات اخويا. بتقول له عقابا ليك النهارده انت اللي هتطبخ لنا الاكل. بيقول لها لا طبعا مستحيل. بالشبشب بيقوم يحضر الاكل وهو ابن رمين بتخش عليهم. بتقول لهم ها يا جماعه انا ساكنه في البيت اللي في وشكم، لسه ساكنه جديد، حلو قوي الطباخ اللي عندكم ده. بيقول طباخ ده باين له هيبقى مرار طافح. بيخلصوا وبيروحوا يودوا اطفال اخواته المدارس، والشرطي ده بيكون واقف بيأمن الطريق لرئيس الوزراء. وهوب بيشوف راما قدامه، بيتصل بالقائد بتاعه وبيقول له هو يا فندم الواد اللي اسمه رام قدامي، هخلي الرجاله يخلصوا عليه؟ بيقول له لا انا عايزه هو وكل عيلته بالكامل، خليك وراها لحد ما يوصل البيت واعرف لي ساكن فين بالظبط. في الوقت ده رام بيخش عند المديره، بتقول له معلش يا رام انت قلت لي ان ابو العيال دي ظابط، ممكن اعرف ماسك اي اسم؟ بيقول لها لا اخويا مش في اسم، اخويا كومار منظم انتخابات محافظه بهار. في الوقت ده وتحديدا في الوزاره مساعد رئيس الوزراء بيخش عليه، بيقول له خد يا فندم الملف اللي انت طالبه اهو. بيقول له الغي كل مواعيدي واجتماعاتي، مش عايز اي حد يكلمني خالص النهارده. بيقول له تمام يا فندم. رئيس الوزراء بيفتح الملف بيلاقي صوره كومار، بيفتكر اللي حصل من سنين لورا اما بدات انتخابات النواب. المذيعه دي بتقول له اخيرا بدات الانتخابات والدنيا شايطه بين الحزبين وكلنا عارفين هم مين. اول واحد الصديقي بيكون عمران، بيطلع لشعبه هو بيقول لهم ده ابني انا مرشحه للانتخابات، عايزكم تدعموه وتنتخبوه من غير اي مشاكل. والتاني ابن الهرمه صورام بيقول له شعبه ده بليم
جوز اختي هيخش الانتخابات، عايزكم تنتخبوه ولازم يكسب باي شكل. المذيعه بتقول الانتخابات المره دي هتكون نزيهه، ما فيهاش اي غش ولا اي رشوه، لان الحكومه بعتت للضابط كمار هو اللي هيمسك تحكيم الانتخابات. الضابط ده معروف بنزاهته وقوته في الانتخابات، وها هو الوحش الشريف الولد الحريف كمار بيخش لرجالته، هو بيقول لهم احنا لازم نسيطر على الانتخابات، مش عايزين اي مشاكل تحصل. وهوب اخو جيري بيتصل بيه، هو بيقول له يا فندم جيري معاه. بيقول له يا جيري، بيقول له في حاويه داخله عليك المدينه وتقريبا الحاويه دي فيها حاجه شمال، بيقول له بمجرد ما تخش عليك فتشها وان كان فيها اي حاجه شمال احجزها. وفعلا الحاويه بتوصل، الرجاله بيثبتوا السواق وبيخشوا يفتشوا الحاويه. بمجرد ما بيخشوا جوه بيلاقوا فلوس ملاش اول من اخر. اخو التالت بيتصل بيه، هو بيقول له الحاويه فيها كميه فلوس مهوله يا فندم، بيقول له احجزها. وفعلا بيحجزها، وسرام بيكون قاعد قدام الناس دي بيقول لهم ابويا زمان قال كلمه لسه رنه في وداني، الواحد اما يخش مدينه جديده لازم يعرف مين كبيرها ويستاذنه قبل ما يخش، وانتوا دخلتوا من غير اذني. وهوب واحد من رجالته بيقول له مصيبه يا ريس، الشرطه حجزوا الحاويه اللي فيها الفلوس. بيبص البليم، بيقول له روح عليها. بيروح فين؟ لكمار في مكتبه يا صديقي. بيقول له ازيك يا فندم، انا بليم جوز اخت سرام رئيس الحزب بتاعنا، مرشحني للانتخابات وانا اللي هاخدها، ما انت عارف. المهم في حاويه تخصنا فيها 175 انت خليت رجالتك يحجزوها، الحاويه دي تلزمنا، وهديه مني لك عربيه زيرو بره فيها 25 مليون علشانها. الفلوس دي مش لينا يا باشا، الفلوس دي هنرشها على الحبايب اللي زيك علشان اكسب الانتخابات بكل سهوله. انجز يا عم اتحرك. كمار بيكون في منتهى الرعب وبياخد المفتاح من على المكتب. بليم بيضحك، ولكن كمار بيقول للسكرتير خد يا ابني احجز العربيه دي مع الحاويه كمان، وكويس ان الباشا جه اعترف ان الحاويه دي تخصهم لاني هسحب حضرته من الانتخابات، هات لي الملف بتاعه وخليه ياخده ويمشي. بيقول له حاضر يا فندم. ابن الهرمه بيمسك الراجل من رقبته، هو بيقول له تسحب مين؟ تسحبني انا؟ انت غلبان ما تعرفنيش، انا معايا تيران سايبهم ياكلوا حديد في المصنع علشان يتعاملوا مع الاشكال اللي زيك، ان كترتهم معايا هبعت لهم يجوا هنا يقطعوه. والله انت يا بهيم اللي غلبان ما يعرفش ان معاه اخ مخه تعبان، وها هو الوحش العنيف الاسد المخيف البطل التي بقدراته هيكدب النهارده كتير. رام ما بيروحش على اسمه صديقي، بيروح على المصنع اللي بليم ساعي فيه رجالته، واول واحد بيقرب منه بيكسر عظم سعادته، اللي بعده بقى يحصل اللي قبله. اولاد الهرمه بيتكتروا عليه، تفتكر ان ده هيفرق مع معاليه؟ قولها معاه صديقي. لا والله بيخش فيهم شمال، واخر واحد فيهم بياخدوا يرزعوا على مكتب اخوه كمار بالشفا يا حمار. بليم بيفضل واقف مصدوم زي البهيم، ولكن رام بحته قلم محترم بيفوقه، على الكرسي بيقعدوا ويروقوا، وهي واحده رفاصي بيزحلقوا. رجالته بيحاولوا يقربوا ولكن بنظره منه بيرجعوا، واحده تحت الحزام بيسوحوا، بيمسكوا من القميص بيقطعوا، وعلى السلم على طول صديقي بيشوحوا. الصحافه والاعلام ما يتوصوش بيجوا طيران، ورام قدام الكل بيقول له اسمع علا، انت كنت واقف مع اللي في ايديه يديك نجاحك او خسارتك، تقف قدامه تتكلم معاه باحترام، والا اللي هيحصل فيك هيكون حلال مش حرام. رجاله كمار بيبعدوه، وقائد كمار بيقول له الواد ده تبع سرام رئيس الحزب المعارض، الراجل ده واصل قوي واحتمال كبير يمسك رئيس وزراء، وبعدين اخوك ملوش الحق يعني يجي لحد هنا ويضربه، ده واحد مترشح للانتخابات، سرام لو حطه في دماغه هيزعلك عليه. بيقول له العمل، بيقول له سيبني انا هروح اتكلم مع سرام وهحاول اوصل معاه لحل. وفعلا بيروح له سرام بيقول له اعتذر لي، ما انت شايف جوز اختي اتضرب قدام الكل، مشكلتي اني قلبي طيب وبسامح، تخليه يعتذر لي. بيقول له اديني 5 دقايق بس اروح اجيبه واجي، بيسيبه ويمشي. وابن الهرمه بيقول لرجالته بعد ما يعتذر لي تخلصوا عليه. كمر بيحضر في المكان، هو بيكون مع هرام لابس النضاره وماسك الفون ولا في دماغه. كمر بيقول له ده اخويا رام جه علشان يعتذر لك. بيقول له ماشي خليه يعتذر. بيقول له رام اعتذر للراجل. بيقول له ايه ماشي اسف يا اسمك ايه انت. سورام بيغضب، كمر بيقول له اعتذر كويس هلا. بيقول له ايوه اعتذر بالجبنه يعني ما خلاص. سورام بيقول له خلاص يا كمار اخوك ما كانش يقصد الطريقه اللي اعتذر بيها. رام بيقول له انت هتزيد ما قلنا خلاص. كمر بيقول له بص يا فندم ده اخويا انا عارفه كويس ما بيعرفش يتكلم اصلا، انا هخليه يكتب لك رساله اعتذار. بيقول له ماشي، بيحط له ورقه وقلم. كمر بيقول له انجز يلا اكتب. بيقول له لا ما بعرفش اكتب تليجو. سورام بيقول له اكتب انجليزي. بيقول له انت بتعرف انجليزي؟ بيقول له اكيد. بيقول له انا بقى ما اعرفش. بيجي باخره. كمر بيقول له خلاص انا هكتب لك الاعتذار. بيقول له تمام بس ما يكونش اعتذار بس، لازم تحسسني كده في اعتذارك ان انت بتبوس رجلي علشان اسامحه. راما بيقطع الورقه، هو بيقول له يلا بينا من هنا. بيقول له استنى بس. بيقول له انت قلت لي اعتذر له وانا اعتذرت. طلع راجل وسخ دي مش مشكلتي خالص. واحد من رجالته بيقول له انت ما تعرفش ده مين؟ بيسفخوا حته قلم محترم وبيقول له احنا كلنا ولاد 9 ولا ابن الهرمه ده والد الجاموس بيجي على 12. سورام بيقول له انت غلبان، الظاهر انك ما تعرفش انت واقف قدام مين. راما بيبص لرجالته، هو بيقول لهم مين الكلب ده؟ حد فيكم يعرفني؟ بيقول له انا سورام. بيقول له ايه المشكله؟ لو انت سورام فاللي واقف قدامك ده رام، وهو ممكن اعمل في وشك بكل سهوله 6 خرام. كلهم بيكونوا في منتهى الرعب منه، واخواته الاربعه بيشدوه ويمشوا. ابن الهرمه بيقول لرجالته خلصوا عليهم. رام بيقول لاخواته استنوا بس استنوا ابن الهرمه ده بيقول حاجه. بيرجع له، هو بيقول له يا راجل يا عره عايزهم يقتلونا؟ طيب اسمع اعتبرني بقى بحذرك بهددك، شايف الاربعه اللي واقفين دول لو واحد فيهم عطس بالغلط في البيت
صدقني هخليك تتمنى الموت مش هنولهولك حتى لو وراك جيش كامل. بيمشي في المكان واخواته في ظهره مفيش حد بيستجرى يقرب ناحيتهم. بيرجعوا للدكتور يحكوا لهم كل اللي حصل بس بالمقلوبه. صديقي مرات اخوه بتقول له يعني انت اعتذرت للراجل ده؟ بيقول لها لا انا كنت عايز ابوس رجليه كمان بس هو مرضيش. التانيه بتقول له ازاي ده راجل مش محترم خالص، كنت المفروض تضربه هو كمان زي ما ضربت جوز اخته. بيقول لها اضرب مين؟ انا كنت واقف قدامه رجليه الاتنين بيخبطوا في بعض من الخوف. يلا يا ولاد تعالى نلعب بلاي ستيشن. ستيا بتروح لكمار هو بتقول له مالك في ايه؟ بيقول لها مفيش كالعاده رام انقذني من يومي وانا بقول كلمه حق في شغلي، ما بخافش من حد لاني عارف ان في وحش في ظهري، مش من دلوقتي من زمان، من ساعه ما قرر يدخلنا مدارس وهو اللي يشتغل ويصرف علينا. فضل يصرف علينا ويحل لنا في مشاكلنا ويحارب علشاننا لحد ما كبر، ولحد دلوقتي مستعد يفضل يحارب لحد اخر نفس في صدره علشاننا. انا خايف عليه قوي. بتقول له رام مش غبي وعارف بيعمل ايه كويس. بيقول لها لو حصل له اي خدش انا ممكن اروح فيها. بيبصوا عليه هو بيكونوا في منتهى الرعب على سندهم اللي حاميهم. بياخدوها علشان يخطبوا له، بيشوفوا له عروسه بتعجبه هو بتتم الخطوبه على خير. عقبالك يا صديقي عقبالك يا صديقتي. هي المهم بيقضوا اجمل ايام حياتهم وسط العيله. وابن الهرمس ورام بيروح للظابط الشمال ده بيقول انا ما بقتش عارف امشي في الشارع، الواد خسرني هبتي قدام الناس، ده ضربني وضرب جوز بنتي قدام الكل. بيقول له قعد مني اللي خلص لك عليه، مش هو وبس هو وكل عيلته. في الوقت ده كمار بيكون مع عمران اللي بيقول له بجد انت راجل محترم قوي وبسببك الانتخابات دي ماشيه زي ما قال الكتاب بدون غش ولا رشوه ولا اي مشاكل. بيقول له ده واجبي. بيقول له ربنا معاك يا سياده الظابط. بيسيبه وبيرجع البيت. مراته بتقول له اوعى تتاخر علشان عيد جوازنا. بيقول لها يا بنت هو انا مسافر هجره؟ هخلص اللي ورايا وهاجي على طول. وانت يابا خد علاجك بلاش تهمل فيه. وانت يا درام تعالى معايا. بص يا اخويا علشان خاطري مش عايزك تعمل اي مشاكل في غيابي. بيقول له ما تقلقش يا عم. بيقول له لا انا عايزك توعدني. بيقول له يا عم من غير وعود انا مش هعمل مشاكل خلاص. بياخده بالحضن وفعلا بياخد بعضه وبيسافر. رئيس الوزراء بيخلص تفكير وبيقفل ملف كمار. يا صديقي ده كله موجود في ملف كمار. بيقول للظابط اللي قدامه كمار كان شخص يتيم، عيلته فين؟ بيقول له مش عارف فين بالظبط يا فندم. بيقول له ازاي ما تعرفش؟ اعرف لي فين النهارده قبل بكره. في الوقت ده رام بيكون في البلكونه والبنت اللي قدامهم بتقول له رام تيجي معانا انا رايحه على اوروبا انا وزمايلي. بيقول لها لا تسلمي يا عمري ربنا معاكم. بتقول له لا انزل علشان خاطري. بيقول لها معلش مش معايا باسبور والا كنت هاجي معاكم على طول. بتقول له هتوحشني يا عمري باي وبتسيبه وتمشي. بيلف بيلاقي خطيبته في ظهره. بيقول لها ايه ده هو انت هنا من امتى؟ بتقول له من ساعه ما كان نفسك يكون معاك باسبور علشان تسافر مع السنيوره. بيقول لها بت انت اللي في القلب يا بت، ما الباسبور مرمي جوه، ما تجيبي اي حاجه من ريحه الحبايب. بتفسيله بتقلب الدنيا. في الوقت ده بيكون في جيش باسلحته مستنيين قائدهم يفوق من الغيبوبه اللي هو فيها. 4 دكاتره مراقبين حالته وفعلا الشخص ده بيفوق من الغيبوبه. رجالته بره بيضربوا باسلحتهم وكلهم بيكونوا في منتهى السعاده. الخبر بيوصل لرئيس الوزراء. بيقول له نعم ازاي يعني رجا فاق من الغيبوبه؟ عرفت لي مكان عيله كمار فين؟ بيقول له خلاص يا فندم قريب هوصل لها. بيقول له مفيش قريب، تعرف لي مكان العيله دي بعد ساعه واحده. في الوقت ده الدكتور بيشيل الشاش من على وش راجا. بيبص على وشه بيلاقي علامه بالعرض زي ما هي ما اتغيرتش. زي ما انت شايف يا صديقي يعني اللي كان في بدايه الفيلم ما كانش حلم بالنسبه لرام، كان حقيقه عايش فيه. المهم راجا بيخرج لرجالته هو بيقول لي دراعه اليمين انا مين؟ بيقول له سيدي وسيد ناسي كلهم. بيقول له لما واحد ملوش اي 30 لازمه يعلم عليا المفروض تعمل فيه ايه؟ بيقول له اقتله. بيقول له ما قتلتوش ليه؟ بيقول له هقتله. بيقول له امتى؟ بيقول له حالا يا ريس. بيقول له يلا غور. في الوقت ده رام بيروح يجيب اولاد اخته من المدرسه وهوب اللي مأجره سرام بيروح يخطف عيلته بيحطهم في المكان ده وبيبعت لرام بيروح جري على هناك. الظابط بيقول له سرام انا وعدتك قلت لك اني هجيبه لك هو وكل عيلته هنا. البنت دي بتشوف ابوها راكع قدامها بتروح جري عليه. ابن الهرمه بيخبطها بسلاحه. البنت بتيجي على الارض. رام بيروح جري عليها ما بيكونش قادر يتنفس. بيدور على الطلقه في جسمها زي المجنون ولكن ما بيلاقيش اي حاجه فيها. بيخبط على وشها. البنت بيكون مغمى عليها. بتفوق اخيرا بياخد نفسه وابن الهرمه الظابط بيروح يضرب اخوه. رام بيقول للبنت ارجعي يا حبيبتي ارجعي مكانك ما تخافيش على ابوكي. بيروح يوقف اخوها على رجليه. هو بيقول للظابط خلاص يا فندم انا هعتذر له. يا عم سرام انا اسف. الظابط بيقول له طبعا انت مش هتقبل الاعتذار يا سرام، خد جوز اختك وامشي وانا هخلص عليه وعلى عيلته وهاجي وراه. ابن الهرمه بيقول لرجالته تمركزوا عليهم وفعلا بيتمركزوا عليهم باسلحتهم. الاسلحه من كل اتجاه بتترفع عليهم. رام بيقول له ابوس ايدك يا فندم خلاص صدقني انا اسف خلاص سيب عيلتي يمشوا وقتلني انا. ابوس ايدك سيبهم يا فندم. ابن الهرمه بيقول لرجالته تضربوا مين؟ ارجع يا حزين. هي ضربه واحده بتطير له 30 40. هو بيصد الطوب اللي جاي على عيلته. الظابط بيكون في منتهى الصدمه ورجالته بيتلموا على بعض ويهجموا عليه. لوحده بيطير عليهم وهو كتف واحد بيوقع كتير منهم. بكل غباء بيشوح فيهم وبكل ما اتاها من قوه بينطر عليهم. ارجع على اللي بعده. هناها ساعده. طب بيكون واقف قديهم هو محدش فيهم جاي له على سكه. ريح على والدكه. بيفضل يشرح فيهم وحريم اخواته كلهم بيكونوا في منتهى الصدمه. رام بيفضل مكمل عليهم بيخلص على كتير منهم. الاتنين دول
بيكونوا خلاص هيقتلوه، ولكن طلقتين جايين من بعيد بيخلصوا عليهم. بيكونوا خارجين من اسلحه مين؟ اسلحه القوه اللي جاي بيها رئيس الوزراء وجاي عليهم يا صديقي. العساكر بيرفعوا اسلحتهم على رام. رئيس الوزراء بيقف قدامه بيقول له بلدنا كلها ظلم، بدأنا ننظف فيها ولكن ما قدرناش، والظلم بدأ يرجع اكتر من الاول، ولكن من يوم ما انت ظهرت رجعنا تاني نسيطر على الظلم، والحبل بقى في ايدينا يا رام. انا جيت هنا مخصوص علشان اديك التحيه. الظابط وعيله رام بيكونوا في منتهى الصدمه، ما فاهمينش ايه اللي بيحصل. ست مرات كومار بتروح له بتقول له ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل؟ انا حاسه اني في فرح ومش عارفه فرح مين الناس دي ومين الناس دول، ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل؟ رد عليا انا بكلمها، فهمني اللي بيحصل. ما بيقدرش يرد عليها، ورئيس الوزراء بيقول لها خليني اقول لك انا رئيس وزراء ولايه بهار، في منطقه فيها 12,000 بني ادم، ارض نظيفه كلها خير، بلد بجد جميله، ولكن في كلب مبوظ سمعه المنطقه دي، عامل جيش كله ارهابيين وعصابات، حرفيا جيش كلهم تحت ايد شخص واحد بس اسمه راجا. اي حد كان يفكر يقف ضده كان بيخلص عليه وقتي، حتى احنا كحكومه ما كناش قادرين نسيطر عليه. قمنا عملنا ايه بقى يا ستي؟ دخلنا ناس زياده هناك في المنطقه، ورحت انا بنفسي علشان اشجع الناس تخش انتخابات. وفعلا يا صديقي الشخص ده بيقول رئيس الوزراء جاي بنفسه عندنا علشان يشجعنا نقف في وش الكلب اللي اسمه راجا، يا ريت تنجحوني في الانتخابات علشان اقدر اقف في وش راجا. وهوب راجا برجالته بيحضروا في المكان، بيخشوا على الناس وهي قاعده على الكراسي، لا بيخلوا اخضر ولا يابس. ابن الهرمه بينزل من العربيه واللي لسه فيه النفس بيقول له سامحنا يا قائد، غلطه ومستحيل تتكرر. رئيس الوزراء بيخرج له من مكانه، راجا بيقول له تعالى، بيقعد قدامه بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ عايز تقسي الناس عليا؟ طب انت قبل ما تخش المنطقه دي خدت اذن مني؟ الانتخابات هنا ما بتمشيش من غيري، انت كحكومه تقول مين اللي نجح، انما اللي يتحط على الكرسي ده شغلانتي انا. وبالنسبه للمرشحين بتوعك انا هعمل معاهم الواجب، هاتوا الواجب يا رجاله. بيخش عليهم بصواني غوايش بيقول لهم البسوها يا نسوان. رئيس الوزراء بيكون في منتهى الصدمه، ورجا بيقول له ما تخافش، مش هلبسك غوايش زيها، انت جيت راجل وهمشيك راجل، انما لو اللي انت عملته ده اتكرر هخليك بنت، وكمان مش بنت بنوت. وبيسيبه ويمشي. بيقول لسيتا وطبعا انا ما سكتش، اتصلت بالحكومه المركزيه مسكوا القضيه دي لجوز الكومار، وفعلا كومار اما قال لهم مسافر كان مسافر على المهمه دي. بيروح على قوام الجيش وبيقول لهم اسمعوني كويس، احنا داخلين حرب علشان نحرر اخواتنا، هنحررهم من استعباد الكلب اللي اسمه راجا ده، وهنعمل انتخابات زي ما قال الكتاب بدماغ الحكومه مش بدماغه، هنعرفه يعني ايه قانون، يعني ايه بلد فيها نظام يمشي عليه ولو خلفه هتكون نهايته الموت. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. وفعلا بيطبوا على رجاله راجا بيلملموهم زي الحمير. هو بيروح على مخزن اسلحه راجا، بيقبضوا على رجاله راجا، هو بيسيطروا على مخزن الاسلحه. كومار بيلف على الشعب، هو بيقول للناس مش عايز حد يخاف، احنا الجيش، لو انتوا خايفين منه علشان جيشه كبير مش هيكون اكبر واقوى من جيشنا، انزلوا انتخبوا الشخص اللي انتوا عايزينه. وفعلا الناس بتبدا تاخد الثقه، والجيش بيعمل خيم في حته فاضيه في المنطقه وبيقعدوا فيها، ومره واحده في قناص بيبدا يوقع فيهم واحد ورا التاني، وابن الهرمراجه بيهجم عليهم بكل جيشه، بيخلصوا على العساكر كلهم. وتاني يوم الصبح ابن الهرمراجه بينزل لكومار، بيروح له بيقول له انت اسمك ايه؟ بيقول له كومار، بيقول له اسمك بالكامل، بيقول له كومار خ الف ه، بيقول له يعني ايه؟ بيقول له يعني الخدمه الهنديه الاداريه، بيقول له ايه اللي خلوك تجيب قوه علشان تخلص عليا؟ انا ما بخلصش يا ابني، انا كل ما اتضرب بزيد قوه اكتر، خلصوا على رجالته يا رجاله. بيخلصوا على كتير من رجالته، كومار بيقول لهم خلاص وقف الضرب خلاص، بيقول لهم ادوا له الهديه، بيجيبوا له خلخال نسوان هو بيقول له البسه. كومار بيكون في منتهى الصدمه، بيقول له انجز يا عم، طب اضربوا يا رجاله، بيضربوا بيقول له خلاص هلبسه، وفعلا بيلبسوا. واخواته الاتنين بيكونوا في منتهى الصدمه، ابن الهرمه بيقول له ارقص يا مره، بيبدا يرقص، واخواته متكتفين مش قادرين ولا عارفين يعملوا اي حاجه. كومار كل الناس اللي وثقت فيه بيكونوا في منتهى الحزن عليه، بيخلص رقصه وبياخدوه ورا الجبل ده. ابن الهرمه اخو رجا بيقول لهم ايه رايكم؟ هتموتوا هنا، استنى بقى نشوف الزعيم هيقتلكم ازاي. وبيسيبهم ويمشي. دراع كومار اليمين بيقول له خلاص يا فندم احنا ميتين، مين هيجي هنا علشان ينقذنا؟ ده حتى ما فيش شبكه في تليفوناتنا نتصل باي قوه تيجي لنا. بيقول له مين قال الكلام ده؟ ما فيش غير قوه واحده هي اللي هتقدر تنقذنا، وعلشان نوصل لها لازم حد فينا يضحي بنفسه علشان الباقي يكمل ويعيش. في الوقت ده رام بيكون واخد العيله وطالع بيهم رحله على اوروبا، بيخش المطار والتاني بيقول له كومار بلاش تتحرك هيقتلوه، بيقول له ما فيش حل تاني غير المغامره، واحد يروح علشان الباقي يكمل. وفعلا بياخدها جري منهم، ولكن اولاد الهرمه بياخدوها جري وراه، بيفضل يجري بالتليفون وبيفضل مستني التليفون يلقط شبكه. اولاد الهرمه بيكون خلاص هيجيبوه، ولكن التليفون بيلقط شبكه، بيخش على قائمه الاسماء وبيكون خلاص هيتصل برام، ولكن اولاد الهرمه بيضربوه. رام بيرد على التليفون بيقول له رام، بيتخض بيقول له يا اخويا انت فين؟ بيقول له تعالى لي بسرعه، بيقول له اجي فين؟ ابن الهرمه ده بيخبطوا على دماغه، بيجيبوا على الارض في الطين. رام بيعرف ان اخوه في خطر، وكومار في اللحظات الاخيره بيبعت له اللوكيشن. اولاد الحرام بيسحبوا كومار وبيرجعوه بعد ما كسروا عظمه وبيكون خلاص هيقتلوه، ولكن رجا بيقول لهم
استنوا سيبوه، ده اتصل باخوه، انا كنت فاكره هيجيب قوه كامله، خلي اخوه يجي علشان يموت مع اخواته. بيقول اللي ما تعرفوش ان الشخص ده عباره عن جيش، مش هتاخد معاه لا انت ولا الجيش اللي معاك دقايق. بيقول له يا راجل بيحضر في المكان القادر، هو بيخش على المحاجر، اهو جالكو خبوا عيالكو. بيخش مش شايف قدامه، وهوب الراجل بتاع جوجل الرخم بيقول له وجهتك على اليسار. بيبص على اليسار ما بيلاقيش حد يا صديقي. اولاد الهرمه دول بيرموا عليه الشبكه دي، بيسيبوهم يخطفوا علشان ياخدوه على اخواته. عمر بيقول له راجا استعاد. واحد من رجالته بيقول له يا ريس الواد ده قتل 300 واحد من رجالتنا بره. رام بيقول له سمعتك؟ ايوه صح يا برنس، انا قتلت 300 واحد من رجالتك، وبصراحه لحد دلوقتي ما شبعتش، بقالي ساعه ببص حواليا كلكم خفان محدش فيكم هيقدر عليا. حماده بيقول له ايه؟ بيقول له بس يا ده بص انت بقالكم ساعه هي هو انتوا هتغنوا؟ انا عايز ذكر يقرب مني، ولا انت مش معاه عره اللي اسمك راج؟ العره بيقول لهم قطعوه. ده قطعوا مين؟ ده مربوط بمزاجه يا حزين. بيشد الحبل شده شمال في شده يمين، ومن بعدها صديقي عينك ما تشوف الا الواد مشربهم الطين. ارجع يا حزين. اللي بعده انا هساعده، اكتر من 500 راجل عليه مفيش حد فيهم قادر عليه. المسلحين اخيرا بيظهروا. رام بيخلص على واحد بالسكينه وبياخد سلاحه وبينزل فيهم تلطيش بالسلاح، وسلم لحماده على اللي راح. بيخلص عليهم وبيقول لكم يلا بينا. بياخدهم وبيجري من المكان، واي حد بيقابله بيحاول يوقفه بينسيه اللي كان. بيخلص عليهم، ولكن ابن الهرمرجه بيقول له على فين يا عسل؟ انا جيت هنا وجبت جيش علشان اخلص عليكم، ومش همشي يا اما تقتلني يا اما هقتلك. بيقول له انا من يوم ولدت وانا بحارب الموت، على اخر الزمن هخاف من واحد زعبوط. بيخش عليه ولكن بيديله واحده في بطنه بيعديه الناحيه الثانيه. بيذبح كمار، هو بيديله واحده في قلبه بيخلص عليه. رام بيهجي عليه وهي واحده في وشه بالطول والثانيه في ظهره بياخدها بينام على طول. رام بيروح جري الكمار، هو بيقول لهم شغلوا العربيه. بيعدلوا العربيه، هو بيحاولوا يشغلوها ولكن العربيه ما بتدورش يا صديقي. كمار بيفتكر اما شال رام وهو صغير، ودلوقتي رام اللي شايله وهو كبير. بيقول له يا رام اول مره شلتك فيها كنت بتبكي، ودلوقتي وانت شايلني بتبكي. بيقول له مش هيحصل لك حاجه يا اخويا. بيقول له نزلنا على الارض، نزلنا انا مش قادر. بينزلوه على الارض. بيقول له شفت ابن الهرمه ده فضل يقول لي محدش هيعرف يجي ولا ينقذني، ما يعرفش ان معايا اخويا لو في عالم تاني هيجي يلحقني. انا طول عمري فخور لانك انت في ظهري يا رام. بيقول له ده علشان خاطري. بيقول له انا مش زعلان لاني هموت، بس وعدني انك تنسى موتي وتخلي بالك من باقي اخواتنا وعيلتنا وعيالنا وام عيالنا. اوعى تنسى اليتامى يا اخويا، اوعى تشوف طفل يتيم تسيبه في الشارع. اخر كلمه بيقولها هو بيسيب ايد اخوه رام. رام بيقول له لا ما تسيبنيش، امسك صباع اخويا. لا كمار اوعى تسيبني. بياخده بالحضن وكلهم بيكونوا في منتهى الحزن عليه. سيتيا بتسمع القصه وبتكون في منتهى الصدمه، بتفضل تعيط. ورام بيقول لها انا اسف لاني خبيت عليك اللي حصل. لما كان كمار يجي له دور بارد ما كنتيش بتعرفي تنامي الليل، لو قلت لك على خبر موته اكيد كنتي هتموتي وراه، وانا مش قد خساره حد فيكم تاني. كلهم بيروحوا ياخدوه بالحضن، ورام بياخدهم على المكان اللي حرق فيه كمار. سيتا بتمسك رمات كمار، هو بتقول ابن الهرمه ده رئيس الوزراء قال لي انه لسه عايش، المره اللي فاتت انت قتلته ما ماتش، المره دي عايزك تقطع دماغه. وفعلا يا صديقي رجا بيكون في المنطقه وسيتا بتخش عليه، بتقول له انا سيتا مرات كمار. بيقول لها يا اهلا. بتقول له انا مش جاي اسالك ليه قتلت جوزي، ولكن جيت اقول لك ليه كلب زيك يفضل عايش. جوزي كان عنده حلمين، اول واحد عيلته تبقى مبسوطه، والحلم التاني الشعب يعيش بحريته بدون اي مشاكل. الحلم الاول مات مع جوزي، بس الحلم التاني مستحيل هيموت، هيتحقق بموتك، وبعد موتك الكل هيعيش بحريته وفي امان. علشان كده جبت لك العيله كلها تشوفك وانت بتموت زي الكلب قدام الكل. بيقول له مين اللي هيعملها؟ بتقول له اللي ما خدش باله انك لسه عايش، وراح جري لاخوه ساعتها. المره دي هيفصل راسك عن جسمك علشان كلنا نتاكد انك ميت. بيقول لها هو فين؟ بتقول له جاي لك، بس اكتب اللي نفسك فيها على ورقه قبل ما تموت. بيقول لها بعد ما اقتله هحقق كل اللي بحلم بيه، هاتيه. بتقول له رام بيخش خارم واحد من رجالته بالرمح ده، بيرميه بعيد وبيخرم له بق اخوه بنفس الرام. بيخلص على الباقي من رجالته وبيخش ينطح فيه. ايه شغل الخرفان ده مخرج؟ فين الاكشن؟ الا بيخبطه ببطنه بيعجنها له من جوه. هو بيقول لاخوه هات الهديه، بيديله نفس الخلاخيل اللي لبسها الكمار في رجليه وخلاه يرقص بيها. بيلفها على ايديه وبينزل تخبط فيه لحد ما بيفرتكهم على جتته. بيدي الواحده لولبيه بيرجعه على السيف بيخلص عليه، وطبعا مش هتشوف رقبته وهي بتطير حفظا على سلامتك يا صديقي. بيرجع تاني لعيلته اللي بيكونوا في منتهى الفخر بيه، بياخدهم في حضنه وخطيبته بتيجي جري عليه، بياخدها وسطهم وبيرجع تاني على بيت العيله.